سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غندير القريشلات مالحين تجيو رائعين. هاد القريشلات عجينه وحده مي كتفني فيهم نتيا على حسب شنو بغيتي ديري فيهم. انا هادو درت فيهم الزيتون كحل، وهادو جنجلان والنافع، وهادو الحبه السوداء، وهادو زريعه الكتان. غندوزو المقادير ديال هاد القريشلات والمقادير والطريقه ان شاء الله بحول الله. الى عجبكم هذا الفيديو تنتمنى انكم ديروا ابوني وتشاركوا في القناه وتقاسموها مع الاصدقاء ديالكم. ندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله بحول الله. ندوزو المقادير البنات ديال القريشلات ديالنا. عندنا نص كيلو ديال الطحين الفورس، وعندنا معلقه ديال الملحه، عندنا معلقه ديال لاموطارد، عندنا معلقه ديال السودانيه، والسودانيه على حسب الذوق، الا بغيتيها حاره الا بغيتيها ما حراش بزاف، المهم نتيا وشنو اللي عزيز عليك. وعندنا معلقه ديال مطيشه الحك، عندنا بيضه، عندنا شويه د الفرماج محكوك، عندنا نصف ضمه البنه، النص ديالها غنعملو، وعندنا نص كاس ديال الزيت مخلط بالزبده. هاد المقادير تقدري ديري الدوبل ديالهم على حسب نتيا. حنا درنا دابا نص كيلو ديال الطحين، الا درتي كيلو ديال الطحين غديري الدوبل ديال هاد المقادير، وعلى حسب نتيا الذوق ديالك. انا كيعجبني هاد كدير فيها هاد المقادير، ولا بغيتي نتيا تزيدي القزبور تزيدي الثومه في هاد المقادير تزيدي، ما كاين حتى مشكل. على حسب نتيا غتفنني مع الوقت نتيا على حسب الذوق اللي كيعجبك كديريه. انا بالنسبه ليا هذه هي الطريقه ديالي. ندوزو للطريقه وطريقه العجين وكيفاش كيتصاوبوا. ندوزو للعجينه ديالنا يا البنات. غنديروا نص كيلو ديال الطحين ديالنا هكا، طريقه عاديه تقريبا كما كنعجنوا الخبز، غير المقادير اللي مختلفين. غنديروا الملحه ديالنا، المعلقه ديال الملحه ديالنا، وغنديروا الزبده من بعد الزبده. نديروا الزبده ونخلطوا حتى ترمل لينا العجينه. منين ترمل لينا العجينه بهذه الطريقه غنزيدوا المقادير الاخرين. نزيدوا المطاب ديالنا، نديروا الفرماج محكوك ديالنا، نديروا المقادير كاملين. ونسيت ما قلت لكمش في المقادير بان كاس الماء على حسب العجينه، كاس الماء يكون دافي. غنديرها دابا تعجن وغير تجمع، هي ما كتحتاج بانك تخليها تعجن، غير تجمع العجينه ديالنا وغنخليوها ترتاح نصف ساعه ومن بعد نخدموها. ملي كتعجن العجينه ديالنا كتولي بحال هكا، تتولي هكا رطبه، كتولي رطبه. كنخليوها ترتاح نصف ساعه، انا قسمتها على 3، غنخليوها نصف ساعه ترتاح مزيان وعاد نرجعوا نخدموها. بعد ما القريشلات ديالنا ارتاحوا كنشدوا الكره الاولى، العجينه الاولى كنقسموها على 5. غنزوقوها، هذه غنزوقوها بالسانوج، والثانيه غنديروا فيها الجنجلان والنافع، والثالثه غنقسموها على 2. غنديروا فيها غنديروا النص ديالها غنديروه بزريعه الكتان، والما باقي غنكملوه بالزيتون كحل مطحون. غنوري لكم الطريقه ديال. غنبداو دابا بالزنجلان. بسم الله، نبقاو على هذه الطريقه هذه هكا على حسب نتوما بغيتوه رقيق بزاف صغيورين بزاف ولا موين، نتوما على حسب شنو اللي عزيز عليكم. بعد ما هكا كندهنوه بالصفر ديال البيض، ندهنوها بالصفر ديال البيض هكا، ومن بعد كنستمر هكا باش يتشد مزيان. كيجيو غزالين البنات. ملي كنعمروها بالجنجلان ديالنا كنحطوها في الطاوه ديالنا. غنستمر على هذه الطريقه تنكمل هاد الكويرات كاملين، ومن بعد ندوز للعجينه الاخرى.
هادو هما القريشلات ديالنا يا البنات. دابا غندخلهم للفران وندير لهم نص طياب بحال الفقاس وغنخرجهم نقطعهم، وغنوريكم الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه البنات غنقسموا العجينه على جوج وغندلكوها، غنفرشوا فيها الزيتون ومن بعد نحطوا عليها الطرف الثاني ديال العجينه هكا. وغنقسموها بالجراره ومن بعد بسم الله، ومن بعد نديرو فيها مربعات صغار على هذه الطريقه. نتوما يا البنات غتفننوا على حسب اللي بغيتو ديروا كاشير، بغيتو ديروا على حسب المذاقات اللي عزيزين عليكم. غتفننوا وغتعمروا القريشلات ديالكم مالحين على حسب نتوما. انا قطعتهم عشوائيا وغنديرهم دابا يطيبوا وغنوري لكم النتيجه بعد الطياب. بعد ما القريشلات ديالنا طابوا نص طياب دابا غنقطعوهم. شوفوا الطريقه بسم الله. غنقطعوهم، حاولوا هذا في الاول تقطعوا هكا، من بعد نمشيو هكا على هذه الطريقه، وحاولوا عليهم باش ما حيت باقيين سخان. نتوما خليوهم حتى يبردوا مزيان عاد قطعوهم. غنمشيو على هذه الطريقه هذه، تنقطعوا القريشلات ديالنا كاملين وغنديروهم يطيبوا حتى يتحمروا. وتنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني وتقاسموه مع الاصدقاء ديالكم وتشاركوا في القناه. شكرا، السلام عليكم.